هزيمة مستحقة للزمالك من الأهلي بثلاثية. ولكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وفيديو جديد وحلقة جديدة مهمة جدا 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 هنتكلم فيها عن تفاصيل كتير وكواليس لقاء القمة، وهنتكلم عن ايه اللي المفروض يحصل الفترة الجاية. أول حاجة عايز أتكلم فيها إن احنا يعني الزمالك امبارح مش بس ضيع فوز كان في المتناول، هو خسر 3، ولكن هو ضيع فوز كان في المتناول بسبب إدارة، يعني إدارة للماتش. عايز أقول إن هي إدارة، يعني اللي داروا الماتش ما داروش صح. أنت في كل ماتش، هات كده آخر 5 6 ماتشات، آخر 10 ماتشات بتلعب على شوط بول بقى، بتلعب على التحولات، انت بتلعب تحت الكورة، والعب على المرتدة او العب على الكور الطويلة عشان اخد الكرة التانية وابدأ العب. انت بتلعب كل الماتشات كده. لا، جيت في ماتش الاهلي ما عملتش كده، مش ما فهمتش وجهة النظر قوي، وقلت يمكن هتمشي، يعني يمكن بدأت اشوف ايه. حسام عبد المجيد واقف عمال بيطلع الكرة من تحت، بيحضر كتير، بيحضر مع الونش ويلعب على فتوح. فما فهمتش بصراحة وجهة النظر، او ما فهمتش ايه اللي الزمالك كان عايز يعمله. ف إدارة للماتش غير جيدة جدا. من أول يعني زي ما قال، كنت سامع فيديو للشابوني كان بيقول فكر زيادة. هو فعلا الزمالك فكر زيادة. هو احنا ليه بنلعب في الخطة؟ ليه بنلعب في التشكيل؟ يعني ليه بنلعب في الخطة بتاعتنا؟ ليه بنغير لعبنا قدام الأهلي؟ يعني معظم ماتشات الأهلي لو أنت خدت بالك تلاقي الزمالك بيلعب حاجة طول الماتشات، يجي قدام الأهلي يلعب ماتش تاني، أو يلعب بخطة تانية، أو يلعب بتفكير تاني. الأهلي أنت ابتديت الماتش، خلينا نبتدي وندخل في الماتش. يعني أول كورة انت ابتديت الماتش وتمام وماسك كوره والدنيا تمام معاك ومش عارف ايه، ولازم تعرف ان ماتشات الاهلي دي بتخلص بكوره، يعني بتخلص بكوره، هي كوره واحده تخلص لك الماتش. وانا شايل الماتش ده لناصر منسي، يعني انا شايله لناصر منسي. انت حبيبنا وكل حاجه، بس انا هشيله لك لان انت فعلا السبب ان الزمالك يخسر، طبعا غير الاسباب التانية، ولكن انت سبب من ضمن الاسباب. يعني الكوره اللي لعبها له بنتايج، او لعبها جوه وانت زي ما انتم شايفين كده، هو واقف لوحده على يمينه عدي الدباغ، باص يا عم. لا، ده انت رحت لافف وشايطها بشمالك اللي انت ما بتعرفش تلعب بيها. طب ما توقف والعب بيمينك، ما انت عملتها في سموحه. لا، انانيه. دي كانت انانيه، انا اللي عايز اجيب الجون. هو ده اناني اللي كان مميز ناصر منسي، ان هو بيلعب جماعي مع الفرقه، والواد بيستلم وبتاع، حتى هو كويس، بس ولكن الكوره زي دي ما ينفعش ما ينفعش ان انا في ماتش اهلي والزمالك ان انا العب بالطريقه دي. هجيب جون يا عم، واعمل بعد كده اللي انت عايزه. انت لو جبت جون خلاص الاهلي هيضغطك، هتبدا انت واقف هتلعب لعبك. يعني الاهلي هيضغط عليك، انت هترجع ورا تحت الكوره، ليه هتستنى ترجع بالتحولات وتلعب اللعب اللي انت بتلعبه، وتقابل من نص الملعب وتلعب اللعب بتاعك؟ لكن لا، ده ما حصلش، ومفيش حاجه حصلت. طبعا اول كره للاهلي جت جول، كره جايه لحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد مش عارف يشتت الكوره، فخدها، اترفعت اوفر، بن شرقي جول. الكره التانيه نفس الكلام، الكرة حسام عبد المجيد بيباصي لفتوح، فتوح بيغلط، او هو مش عارف يباصي لفتوح، فتتقطع، فحسين الشحات ياخدها فتيجي جول. تاني كورة، الاهلي جاب كورتين جونين، وهي الماتشات الكبيرة بتخلص كده.
العب بقى مهما تلعب. وده اللي احنا اتكلمنا فيه قبل الماتش وقلنا عليه قبل الماتش، وقلنا يا جماعه ان الاهلي بيلعب الحته دي وهيلعب على ان هو يغلطك، وهيلعب. الاهلي ذاكر ان ماتش بيراميدز صح، ضغط من قدام، هو بيلعب ضغط من قدام. انت اتفرجت على ماتش بيراميدز، وماتش بيراميدز الاهلي كان ضاغط قدام، كان اي كوره من ورا الدفاع كانت خطر عليهم، اي كوره. لا احنا ما عملناش كده، احنا كنا مستنيين من تحت ونقعد يلا نباصي يلا نحضر يلا نحضر. كرة حتى بتاعت حسام عبد المجيد عنده بنتائج على الشمال، لا راح العبها الفتوح اللي هي الصعبة اصلا. يا عم ما تلعب على الشمال، ما تلعب السهل. لا ما بلعبش السهل، وما ينفعش العب السهل آه مع الزمالك ما بلعبش، هلعب الصعب وهلعب جوه الملعب وهلعب وبتاع وانتو. يا عم العب، ما بنتائج على شمال، على شمالك فاضي. في الجون التاني جالنا ضربة الجزاء في الشوط التاني، او خلاص ضربة الجزاء كرة هترجعك للماتش تاني، وممكن تجيب تعادل ولا حاجة وبتاع. برضو احنا يعني حسام عبد المجيد دايما بيلعب معظم كور وضربات الجزاء عالية. لا انا راح لعبها تحت، مش تحت حتى، ده انا لعبها في النص، لو اقل من فوق تحت بشوية، فكرة سهلة اصلا الجون يجيبها طالما طرف زاوية. بطريقة غريبة. فده كان يعني المجمل بتاع اللقاء، او مجمل الماتش اصلا كله كان عك في عك. حتى الشوط التاني لما حاولت ان انت تغير وطلعت ناصر منسي ونزلت شيكو بنزا، يا جماعه شيكو بنزا ده عامل شبه البطيخه، دي هتبقى قرعه يا حمرا، بس هي بقى بطيخه في الماتش. يا جماعه الواد يعني في حاجه غلط، دماغه تعبانه بجد، في حاجه غلط. ورحت برضو منزل سيف الجزيري ومنزل ايشو ومنزل ميشو ومنزل كيشو، ودول على الله مفيش اصلا، ما بيلعبوش يا جماعه. راح العبهم ماتش الاهلي. انا عايز اقول بس حاجه للناس اللي كانت بتقعد تقول لك الزمالك وسكواد والزمالك احسن من الاهلي يا جماعه انتوا شايفين؟ مقتنعين يعني؟ مقتنعين ان الزمالك احسن من الاهلي؟ ازاي طيب؟ الزمالك ما عندوش بدائل، الزمالك بيلعب بدون مراكز، بيلعب بفتوح نص ملعب، بيلعب من غير وينج شمال، بيلعب بعدي الدباغ. يا جماعه انتوا بتهزروا. والبدائل بتاعتي اسمه ده ايشو وجزيري وشيكو بنزا، هما دول الثلاث تغييرات اللي انا بعملهم. هو احنا ليه بنقول ان الموسم ده لو خدنا الدوري موسم اعجازي وموسم انجازي؟ عشان انت لا معاك سكواد، ولا معاك فلوس، ولا معاك اي حاجه، ولا معاك اداره، ولا معاك اي حاجه، انت بتلعب على الله. الموضوع مش كيمياء، احنا ما بنلعبش كيمياء. الزمالك بقى له 4 ماتشات مش عارف يجيب جون، يعني الا ماتش بيراميدز. طب ماتش شباب بلوزداد اللي كان هنا ما جبناش جون، ماتش انبي ما جبناش، ماتش الاهلي ما جبناش. هو ايه المشكله؟ مش فاهم. هو هم مش واخدين بالهم من حته زي دي؟ والتلاته بتلعبهم في استاد القاهره، يعني التلاته بتلعب على ارضك. فبصراحة مش عارف يعني ايه اللي المفروض الزمالك يعمله، او ايه اللي المفروض يحصل اصلا. طيب خلينا بقى نتكلم في اللي جاي. يعني خلاص الاهلي صفحة اتقفلت. شكرا للجمهور اللي كان موجود، الجمهور بصراحة ما قصرش مع اللعيبة. برضو نفس الوقت مش عايزين نهدم اللعيبة، مش عايزين نعمل مشكلة مع اللعيبة، مش عايزين نعمل مشكلة مع الإدارة، مش هنعمل مشكلة كده كده يعني. بس خلاص يعني مش عايزين بقى كلام إحباط وبتاع. عندنا ماتش سموحة، نهائي ماتش نهائي، يعني هو مفيش ما فيهاش يعني. ما انا هكسب ان شاء الله. اصل هي مفيش اوبشن، يعني مفيش اوبشن ان انا ابقى فاضل لي على الدوري 6 بونت واخسرهم في 4 ماتشات. فبصراحة يعني احنا لسه الامل موجود، لسه الدنيا متاحة، لسه قادرين ان احنا نكسب. مفيش، مش هنهد الدنيا، مش هنبوظ الدنيا، مش هنهاجم حد، مش هنزعل حد، بس الله يرضى عليكم فوقوا.
الناس بس تفوق عشان تعرف ان هي تشتغل، عشان الناس تعرف تلعب، عشان اللعيبه تعرف تعمل. انا مش فاهم. كابتن معتمد يفوق معانا شويه، الله يستر عليك، فاضل ماتشين. احنا ماشيينها عايز اقول لك ايه، بعيش وحته جبنه، يعني احنا ماشيينها كده، فعايزين نكملها للاخر بقى، عشان تبقى الروايه صح والقصه صح والعظه صح من القصه او من الحكايه دي كلها. ده اللي انا عايز اقوله. عايز اقول بقى حاجه على كابتن شريف حازم. آه يعني انا شايف ان هو طالع واخد ترند البوم طخ. آه فانت يا كابتن شريف، ان اصلا اقسم بالله ما عرفت ان انت اصلا لعبت في الاهلي غير لما طلعت في البرنامج. يعني بتفرج على كوره مثلا من سنه 2000. انا اول مره، يعني انا هفتكر مثلا لكن عمري ما شفتك والله عمري ما شفتك في الملعب. يعني عمري ما افتكرت كده ان انت شفتك في الملعب بتلعب كوره اصلا. وغالبا الاهلي رماك، يعني غالبا الاهلي اصلا رماك. فانت يا حلو شغل بقى، يا حلوه شوفيني، ويا حلوه وريني، وبتاع، واطلع امبارح اقول لك اصل انا كنت نايم، لا خلاص صح النوم. انت كده دمك مش خفيف يعني. هتعملوا نفسكم بقى، فاهم؟ كل واحد طلع بقى على التلفزيون عمل نفسه بقى جامد جدا ومفيش زيي، وانا اللي هنا وانا اللي هناك. يعني بنقول لك يا كابتن وبنحترمك، بس انت بصراحه يعني ما ينفعش انت تطلع وتقلل من نادي الزمالك، عشان نادي الزمالك ده اكبر منك واكبر من تاريخك واكبر من اي حد انت تعرفه. فشغل بقى يا حلوه شوفيني ده مش نافع مع الزمالك، مش هينفع معانا احنا. لو الزمالك ما فيهوش حد يطلع يتكلم، والناس اللي بتاع في الاستوديو ما بتعرفش ترد، احنا نرد مكانه. اصلا شفت اول مره اشوف لعيب كوره اسمه شريف حازم، يعني فتمام مفيش مشكله يعني. ولكن يعني عايزين نشوف بقى الفتره الجايه هتخلص على ايه، والدنيا هتكون ان شاء الله مع الزمالك تمشي كويسه. انا بس عايز اتكلم برضو، رجعت افتكر حته بتاعت شريف حازم ديت. هو انا نفسي اعرف بس الناس اللي قاعده في الاستوديو دي ما بتردش ليه؟ محدش بيعرف يرد ليه؟ طارق يحيى ولا باني؟ يعني امبارح بصراحه عمرو زكي بس اللي رد عليه. الناس مش بترد ليه؟ وانتوا بتشجعوا الزمالك على الفاضي. وامبارح برضو عايدي طالع مع ابراهيم عبد الجواد بيقول لك اصل ايه، اصل جمهور الاهلي بيقف في الازمات وبيقف في مش عارف في البتاعات وهنا جمهور بقى الاهلي بص بقى يا جماعه، واصل هو كان خسران من تلاته. هو انت بتشوفش جمهور الزمالك بقالك كام سنه؟ انت بتشجع كوره جديد. اصل جمهور الاهلي كان هنا بيقف في الحته الفلانيه وجامد قوي، وجينا وعملنا تيفو جامد قوي ودخله جامده وهو زعلان من. يا عم ده انت بقالك 3 4 ماتشات كل شويه اصحى فوق، يا عم خلي عندك دب، العب بقى يا عم وعمال تشتموه. جمهور ايه يا جمهور؟ يقول لك اصل جمهور الاهلي هو اللي بيقف في الازمه. انت ما تتفرجش يا ابني؟ جمهور الزمالك ده اللي عامل لمصر اصلا طعم، اللي عامل للكوره اصلا في مصر طعم. الزمالك اصلا بيخسر من اول الدوري والجمهور معاه. الزمالك بيخسر بقاله 60,000 سنه، ولا بيخسر ما بياخدش بطوله مثلا، ولا بياخد بطوله كل موسم. يقول لك اصل في فيديوهات موجوده على اليوتيوب. والله كويس انت دورت ان على اليوتيوب اصلا ولقيت حاجه، بس انت بقى طلع لي بقى فيديو من على اليوتيوب كده يا جامد. ولا انتوا بتطلعوا تقولوا اي كلام وخلاص؟ اي كلام بيتقال، كل واحد طالع على التلفزيون بيقول اي كلام عشان خاطر آه انا برضو ابقى جامد، وانا الاهلاوي وانا اللي زملكاوي وانا البتاع. جمهور الاهلي جمهور كبير، جمهور الزمالك جمهور كبير. مفيش فريق بيسيب، مفيش جمهور بيسيب فريقه. مفيش جمهور بيسيب فريقه او بيسيب فريقه في وقت ازمه، في وقت شده. جمهور الزمالك جمهور كبير، جمهور الاهلي جمهور كبير. الجماهير دي عمرها ما هتسيب فريقها. خسر ماتش، خسر اتنين، خسر 10، هيفضلوا موجودين.
هقول لك اصل جمهور الاهلي احسن من جمهور مين. انا كنت اقول يا عم انت رحت قلت جمهور الاتحاد. جمهور الاتحاد احسن جمهور في مصر، عشان مجرد بس كلمه الزمالك تقيله على لسانك وتقيله على قلبك، زي ما احنا تقال على قلبك كده، والزمالك تقيله على قلبك، وان شاء الله نفضل تقال على قلبك. ولكن عادي، هو الزمالك هو اللي بيخلي ناس تطلع تتكلم، بيخلي الناس يبقى ليها عين انها تطلع تتكلم وتقول كلام، اي كلام في اي بتنجان، عشان خاطر يبان ان انا اهلاوي جامد واهلاوي فشيخ وانا مفيش غيري. فتمام، شكرا يا زمالك طبعا على اللي انت على اللي انت شايفه، ومخليت الناس اصلا طلعت تتكلم، ناس ما كانش ليها عين تتكلم بقالها كام شهر، عماله ما يا عيني ما شافتش الفرحه، وعماله تطلع تشتم وتعمل وبتاع، ويا عيني مش شايفاني والموضوع وبتاع، وبتطلع في عامله فيديوهات بتموت نفسها وتقطع شرايينها عشان خسروا ماتشين ثلاثه. فاحنا مكملين ورا الزمالك، واحنا مستنيين يوم الثلاث ان شاء الله هنكسب سموحه، وان شاء الله خلاص هيبقى فاضل 3 بونت على الدوري، وان شاء الله هنكسب الماتشين الجايين، وان شاء الله هناخد الدوري باذن الله. اللعيبه بس تركز، والجمهور مع كده كده احنا ورا الزمالك، كده كده احنا في الاستاد، كده كده هنبقى وراهم، كده كده هنروح، كده كده ما عندناش اي شك. وكسبنا الدوري يبقى الحمد لله، ما خسرنا الدوري مش هنهد الدنيا، عندنا كونفدرالية هنكسبها ان شاء الله، والدنيا هتمشي معانا باذن الله، وربك كريم. بس هو ده اللي انا كنت عايز اقوله، وملخص الماتش وملخص الحاجات اللي احنا عملناها وملخص الدنيا. واللعيبه اللي كانت الجمهور بيشتم فيها من يومين في الاهلي بقت احسن لعيبه في الدنيا. جمهور الاهلي النهارده كله بينادي على زيزو، قبلها بيومين كانوا بيشتموه اول الماتش، يعني فاهم، كل جمهور الاهلي كانوا عاملين بيشتموه، يقول لك مش عارف عمل ايه وبتاع. معاه ده اي كلام بيحصل. ولكن يعني نتمنى ان اللي جاي يبقى افضل، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. وشكرا ليكم، متنسوش فولو وسبسكرايب على للقناة، ولايك وكومنت، وقول لنا ايه رأيك. شكرا.